بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة قلنا كده نعمل روتين مع بعض، كده عملنا الأكلة الجميلة ديت. وقلنا بقى ايه؟ الأول طلعنا للطيور كده، حبينا ان احنا ننضف لهم ونفرش لهم شوية قش كده، علشان الجو برد جدا ولازم ندفيهم علشان ما يتبهدلوش مننا وياخدوا برد ويموتوا. طبعا لو انت عندك طيور زي كده لازم انت تكنسي لهم وتنضفي لهم العشة بتاعتهم، وتحاولي على طول ان هي متبقاش مبلولة، على قد ما تقدري تخليها ناشفة، علشان الطيرة لما بتاخد منك برد بيجيلها اسهال ابيض كده، و... وبتعمل حمام كده الابيض اللي بيبقى زي ما قلت لكم كده اسهال من بتاع الطيور. فانت لازما تدفي لهم المكان اللي هم عايشين فيه وتنضفي لهم، ولو الجو شمس كده تفتحي لهم الباب يطلعوا شوية بره في الشمس، ياخدوا حمام شمس كده زيهم زي البني ادمين، يعني مش ان هم عشان طيور كده هنسيبهم. لازما طبعا ان احنا ايه نعمل لهم كل حاجه. بقول لكم ان ديت بقى ايه، العواقه بتاعتنا ديت بتاعت سلفتي، خدتها منها نضفت للطيور الاول، وايه وجبت لهم قش كده بقى، كان عندي قش، وحبيت بقى ايه ان انا افرش لهم كده علشان ادفي لهم المكان زي ما قلت لكم. وطلعتهم بره كده، كان الجو شمس وجميل، فقلت ايه اطلعهم ياخدوا حمام شمس كده، لو بردانين كده يعملوا شوية، ياخدوا شوية من الشمس كده. اعملي الطريقة بتاعتي ديت ومش هتندمي. إيه كده بقى كنت انا فرشت المكان كله. طبعا كلنا عارفين ان العلف بتاع الطيور غلا، وما عدناش عارفين نربي طيور، العلف غالي جدا. انا اصلا كده كده كنت في الشتاء مش بربي طيور. بقول لكم حطوا لي اللايك علشان ايه القناة تكبر، لان لايكاتكم ضعيفة جدا. انا كده كده في الشتاء بصراحة كنت بقطع تربية الطيور، لان المكان شوفوا زي ما انتم شايفين السقف بتاع الأوضة دي متبهدل كده وبينزل مية كتير على الطيور. والأوضة التانية برضو اللي فيها الحمام، رغم ان انا عاملاها ملوحاه كده وعامله لها صبة ونضيفة، بس مش عارفة بتنقع ليه. فانا ايه بقطع تربية الطيور، ومع القطعان الاكل غالي. نقول لكم باي باي بقى، يلا ننزل نعمل المحشي الجميل بتاعنا ده. كنت جايبة خس كده وحبيت استغل الورق بتاعه واجرب معاكم محشي الخس الجميل ده. بصراحة طلع تحفة. طلع بطريقة جميل جمال، هقولك احسن من محشي ورق العنب واحسن من محشي الكرنب. طعمه لذيذ جدا. عند ابو علي مش بياكل محشي عشان بطنه تعبانة وكده، بس والله كل من المحشي ده وقال لي بصراحة طعمه تحفة. كده بقى كنت قطعت الورق اهوت من الخس كده وانا بغسله، فقلت ايه استغله بقى. كان عندي كل ما اجيب ربطة اشيل منها واعينه في التلاجة. كنت معبية الكيس ده من رابطة قبل كده، وكنت بقى ايه جايبة الرابطة التانية ديت، وقلت ايه اعمل بيهم صينية محشي كده ونشوف هيبقى طعمه ايه. حطيت حلة مية على النار كده وفيها معلقة ملح وهنزل. هي ما كانتش غلت، هي دوبك شفتوا زي ما انتوا عاملة الفقاقيع دي. فانا طفيت عليها لان الورق انتوا عارفين بيبقى رقيق كده وما ينفعش ان احنا ايه نسلقه جامد. هتنزليه في المية كده وهتقلبيه وتشيليه على طول في مصفى وتحطيه علشان يصفى، لان الورق ده مش زي ورق محشي الكرنب بيبقى تخين ومحمل. لا ده ضعيف جدا، مسافة ما بيشم المية السخنة ممكن يدوب معاكي لو زودت له سنة في السليق. زي ما قلت لك المية يا دوب كده تسخن السخونية الجامدة دي، وتقومي ايه قبل ما يغلى تقومي مطفيه على المية وتقومي منزله فيها الورق. هتسلقي كل الكميه اللي معاكي والميه مطفي عليها. كده بقى كنت نزلته اهوت وقلبته، هشيله بقى ايه احطه في المصفى اهو. وطبعا اللون بيغير مش بيفضل اخضر زي ما انت مفكره. هنجيب بقى، كنت عملت الخلطة بتاعة المحشي ديت في اليوم ده بقى، كنا عاملين فراخ وبسلة ورز بشعرية، بس انا ايه حبيت اعمل المحشي ده واجربه معاكم. صينية كده ايه الصغيرة دي كده جنب الاكل واشوفه هيبقى طعمه ايه. بس بصراحة طالع طعمه تحفة، طلع طعمه لذيذ جدا.
وجربيه ومش هتندمي. انا عن نفسي انا حبيته عن محشي ورق العنب، لان محشي ورق العنب بيبقى فيه لدعة كده، مش بستطعمه بصراحة زي الكرنب والكوسة والحاجات دي، بس الورق بتاع الخس ده طلع اجمل منهم كلهم. وليه نرميه واحنا نقدر ان احنا نعمل بيه اكله ونستفاد بيه؟ اولادي كلهم حبوه، وابو علي حبه، وطالما ابو علي حبه بقى انا هعمله على طول، لان هو مش بياكل المحشي اصلا. وانا طبعا كنت عامله برضو التخديعه بتاعتنا كلها نيه في نيه، علشان خاطر برضو ان انا متعوده ان انا بعملها نيه، علشان ما يتعبوش معايا برضو كلنا ناكل منها وتبقى صحيه وحلوه. كده بقى بوريك الورقة بتتلف، بتخلي انت ظهر الورقة الخشنة جوه والناعمة بره، زي محشي ورق العنب. لما تيجي تلفيه وتلاقي الصبع بيمسك معاكي على طول، مش زي الكرنب ممكن يفك منك، هو زي محشي ورق العنب. الورقة لما بتلفيها بتلاقيها بتثبت على بعضها كده وبتلزق ومش بتفك خالص اهي. كده بقى هكمل انا الكمية كلها كده واملى الصينية واوريها لكم اهيت يا حبايبي. كنت خلصت الكمية كلها اهيت. ما شاء الله عليه، يعني كان طعمه جميل جدا وهيعجبك بإذن الله. جربيه معايا ومش هتندمي. وكالعادة بنحط لكل المحاشي بتاعتنا مرق الدجاج مع الشوربة بتاعتنا، لان انا بحسها بتعمل لها طعم جميل جدا مع الشوربة. لما بتحط المرقة للمحاشي هتديكي طعم رهيب جدا. وانتوا عارفين ان انا متعودة ان انا بحط المرقة مع الشوربة، مش بحب اعمل المحشي لوحده كده بالشوربة بس. كده بقى كنت جبت طبق وحطيته كده علشان طبعا انزل عليه الشوربة، علشان المحشي بتاعنا الصوابع ما تفكش مننا، لان الشوربة كانت سخنة. فانتي لو حابة بقى انتي تعملي بالطريقة دي اعملي، عشان المحشي ما يفكش معاكي. حطي طبق او معلقة او اي حاجة انتي بتحبي تحطيها كده ونزلي فوقها الشوربة. كده بقى هنزل الكمية المحددة بتاعتنا على المحشي من الشوربة. وكنت كمان ظبطت كمان شوية ملح كده عشان يبقى طعمه جميل. ظبطي برضو الملح بتاعه كويس قبل ما تولعي عليه علشان يديك الطعم اللذيذ. طبعا لأي محشي يا حبيبتي ما تيجي تسويه لكل البنات العسل بتوعنا الحبايبنا العرايس الجداد اللي هتبقى عروسة واللي بقت عروسة طبعا، ما تيجي تعملي محشي ما تبقيش تغطي المحشي بالشوربة خالص علشان ما يعجنش منك. خلي الطبقة اللي فوق دي نصها يبقى باين زي ما انا عاملة كده. شوفوا بقى المحشي كان استوى وطلع تحفة، وكانت ريحته جميلة جميلة جميلة. الطعم كان حاجة كده جميلة. شوفوا شلت لكم الصبع بإيدي اهوت، طلع معانا بكل سهولة وكان جميل. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسونيش بلايك واشتراك في قناتي على أسرار الطبخ مع أم علي، وقولي لي ايه رأيك في المحشي لما تجربيه. يا ريت لو أول مرة تشوفيني تكتبي لي كومنت جميل زي كده، وتعملي لي اشتراك وتحطي لي لايك علشان الفيديو بتاعنا يوصل لاكبر نسبة عدد مشاهدة من المشاهدين. يا رب الفيديو يعجبكم. ووريكم المحشي شوفوا جميل ازاي، شوفوا صوابعه تحفة وكان سخن موحوح. لو حابة حراق ابقى حطوا له شطة. اشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. حطوا لي اللايك بقى، ما تستخسروش فيا اللايك. المشاهدات كتيرة ومفيش لايكات، عايزاكم تشاهدولي وتحطولي اللايك علشان الفيديو الناس كلها تشوفه. عائشة بتقول لكم حطوا لنا اللايك. يا رب المحشي يعجبكم ويا رب الطريقة تعجبكم، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.